السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهارده. فيديو النهارده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط الدنيا بتشتي ازاي. شايفين الشتا والدنيا مبهدله الدنيا. احنا دلوقتي يعني الجو فضل فتره حلو وجميل خالص، كان بجد الجو حلو وكان الواحد هيصيف خلاص. انا كنت هصيف بس جيت بقى بنودع الشتا دلوقتي، بنودع الشتا بشتا. احنا خلاص داخلين على شهر 4، كلها يومين ولا يوم وهندخل على شهر 4. بصوا منظر الشتا عامل ازاي. دلوقتي تعتبر خفت، ده هي بتشتي من الصبح. وانا النهارده السبت بقى، ويوم السبت دوت بيبقى عندي فيه 3 دروس الحمد لله. درس منه اخدته يوم الجمعة، فبقى عندي درسين. الدرس بتاع الصبح بصراحة ما رحتهوش، انا صاحية على صوت الشتاء، انا صاحية وانا سامعة الشتاء كده يعني من غير منبه ولا اي حاجة، فما عرفتش اطلع ابدا ابدا ابدا. قلت اعوض الحصة ديت في مرة تانية. نعم. والدرس بقى مش عارفة الدنيا بقى هعرف اروحه ولا لا، تكون الدنيا بطلت شتاء. بس انا اللي انا عرفته ان هي تفضل تشتي طول اليوم لحد بكرة. بصوا منظر الشوارع عامله ازاي، الشوارع مليانه ميه غرقانه. وانا بخاف قوي امشي انا بحب امشي في الشتاء بس تبقى الشوارع اللي هي نظيفه، الواحد يبقى مستمتع بيها. في ناس كتير بتحب الشتاء وبالنسبه لها قهره وزعلانه بقى الشتاء هيخلص وداخلين على فصل الصيف اللي هم مش بيحبوه. انا بحب الشتاء على فكره جدا، بحب الشتاء كده. هو جو الدفا دوت، هو اي نعم. الموسم دوت بيبقى موسم كسل، بس انا بصراحة بحبه يعني. بس وحش عشان بيبقى في الدراسة والواحد بيبقى عايز ينام، يعني هو فصل الشتاء دوت نوم وحاجات زي كده، بس احنا بنبقى دروس ومدرسة وبنصحى الصبح وكده، فدوت الهم دايما همنا في الدراسة احنا. ممتع قوي. مفتقدين طنط علياء وعم نبيل، بيحبوا الشتاء جدا، بيحبوه جدا يا خسارة. المشكلة ان هما لو تجولنا بقى تاني يا طنط علياء وكده هيبقى في صيف، يعني مش هتلاقوا شتا خالص. احنا في اخر 3 وداخلين على 4 اهو. انا عايزة ابقى اطلع اوريكم المنظر من فوق عامل ازاي. ده ربنا يستر على السطح اللي عامل ازاي. طنط يعني سيقته وكنسته وظبطته، زمانه اتبهدل تاني. شايفين المنظر عامل ازاي، والسما والسحابة مغيمة على الاخر. هطلع بقى كده اوريكم حتة من فوق دوت. انا لسه طالعة اهو على بسط بتاعت السلم عند طنط آية. تمام. انا دلوقتي مش قاهرني الا الموبايل، انا شكلي هخلص الفيديو دوت وتليفوني محروق ولا حاجة بعد الشر يعني. بصوا قاهرني منشرة غسيلي، ده غسيلي. والشوارع الناس مش منشرة، احنا بس اللي منشرة. لا، في يعني ناس هي منشرة هناك، يعني زمان غسيلهم اتبهدل واحنا كمان غسيلنا اتبهدل والشوارع اتبهدلت. بس بجد هو فصل جميل يعني، انا بحبه برضه. على فكرة المية عمالة تنقط دلوقتي وتنزل كلها الشتا عليا وعلى التليفون، وانا تلكت وشكلي هنزل جايلي برد من الجو ده. احلى حاجه احنا دايما بتشتي ايام امتحانات، احنا اي نعم امتحاناتنا اتلغت وكل حاجه، بس دايما بتصادف ان هي تشتي في اوقات الامتحانات دي. سامعين صوت الشتاء وطنط ايه كمان يعني منشره والغسيل راح في داهيه خالص. هطلع معاكم بقى فوق السطح ونشوف المنظر عامل ازاي. ترابيزه، ده زمان الكراسي دلوقتي مليانه ميه. هي الناس ليه مش منشره، احنا بس اللي منشرين بس. اهو غسيلي قهرة بصراحة. بص البتاع عامل ازاي، اتبهدل من الهوا والشتا. شايفين مبلول ازاي ولا كأنه كان متنشر. بيعصر المية اهي. يا لهوي. ما تظبط ما عدلتوش. اه يا غسيلي يانا.
قعدت فترة سايبة الغسيل بقى كده وعشان اغسله، وقت ما اغسله الدنيا تشتي. الدنيا شتت اكتر، نزلت اجمد. سامعين الصوت؟ يا رب يا المنزل. انا عايزة بقى دلوقتي الحق نفسي قبل فعلا متبهدل بجد، وانزل كده اعمل معاكم جو الشتاء. يعني بقى نقعد كده في هدوء بقى، بما ان النهارده بقى كده في روقان بقى، مرحتش درس الصبح وكده، الدرسين مفيش. نشوف بقى النهارده هنعمل ايه. بس منظر شتى تليفوني باظ. تليفوني باظ خلاص والله قهرة. عايزه انزل بقى معاكم تحت واوريكم نعمل ايه بقى. نعمل بقى المشروب بقى المفضل بتاعي، مثلا شاي بلبن، نقعد كده في استجمام مع نفسنا. اشوفكم تحت. انا بقى دلوقتي نزلت من فوق السطح. بس ورغم ان الدنيا بجد ساقعه جدا جدا والواحد مش قادر يتحرك، بس انا بصراحه حاسه ان انا محتاجه اخد شاور. فجهزت هدومي اهوت، وجهزت بقى الحاجات اللي اخدها معايا في الشاور، وهدخل ان انا اخد الشاور بتاعي. هيبقى شاور سخن اي نعم وكل حاجه، بس انا بجد حاسه ان انا مش قادره ونفسي اخد الشاور بقى بكده. يعني الواحد بيبقى مبسوط كده وهو بياخد الشاور بتاع السخن. وهلبس بقى حاجه تدفيني بقى، البيجامه دي انتوا عارفينها اهي، اللي ماما كانت مصورها معاكم قبل كده. اهو بس بجد بتدفي جدا، هي بس متشقلبه يعني. دي انا هلبسها تمام. و طبعا يعني زي ما انتوا عارفين ان انا غسيلي اللي فوق اللي متنشر كله اتبل خالص، وكنت غسيل كتير جدا وكله محتاجاه، وقلت ان انا اغسله كله بقى اللي انا محتاجاه كله. يعني اخدت كل اللي انا محتاجاه وغسلته علشان ايه ابقى البسه. الدنيا شتت عليه، مطرت عليه بقى والدنيا باظت، فرحت قلت اعمل ايه. طبعا انا بقى محتاجة تيشيرت، ببقى بلبس مثلا تيشيرت تحت الهدوم عشان تدفيني. التيشيرتات كلها متنشرة فوق، فاخدت تيشيرت من احمد اخويا. التيشيرت بتاع احمد اخويا طبعا هو بيبقى تحت الهدوم مش باين، بس انا اخدته منه عشان يدفيني بصراحة. الشعب الجيش بيقولك اتصرف تقريبا. ماشي. دلوقتي بقى هدخل اخد الشاور وهطلع لكم ونشوف انا هعمل ايه. دلوقتي بقى انا اخدت الشاور بتاعي خلاص، ويعني ولبست اهو اللبس اللي لبسته زي ما قلت لكم. وسرحت شعري وكده، وطلعت لقيت الظهر اذن فصليته. وزي ما قلت لكم انا عايزه اشرب شاي بلبن تمام، بس انا بصراحه قبل ما اصور الفيديو بالظبط كنت شربت شاي بلبن خلاص. فكن يعني انا بصراحه ما عنديش مانع اشرب مجين 3 في اليوم شاي بلبن عادي يعني، بس ما لقيتش لبن للاسف. فقلت اعمل ايه بقى، قلت اعمل نعناع. دلوقتي انا حاطه ميه النعناع على النار ومستنياها تغلي بقى وكده، وهجهز الكوبايه. وحطيت هنا النعناع اهو في الكوبايه. النعناع اي نعم مش فريش، ماما جايباه هي وطنط ايه من يومين تقريبا، كان فريش وكل حاجه، بس اكيد طبعا لما بيتساب فبيجف شويه. بس انا بالنسبه لي عادي، حتى لو جف خالص بعمله بحطه كده في الكوبايه، وبحط عليه المية السخنة على طول عشان مش بخليه يغلي كتير، عشان تقريبا دوت من الزيوت الطيارة اللي هي بتطير يعني، وفايدتها مش بستفاد منها. تمام. ليه بقى النعناع؟ علشان بيريح الاعصاب جدا وبيخلي ريحة العرق حلوة. فبصراحة بحب ان انا اشرب نعناع لو ما فيش شاي بلبن او كده. وبما ان بقى الدنيا بتشتي، وده بصراحة جو قراية جدا بقى اللي هو الاستجمام الحلو دوت، فما يضرش خالص ان انا يعني اقرا ايه كتاب زي كده. وابقى اقرا ان شاء الله اقعد نص ساعة مثلا اقرا. انا دلوقتي سايبة النعناع يغلي على النار وبجهز القعدة يعني ان انا هقعدها. ميمنعش خالص ان انا اقعد نص ساعة اقرا كده في الكتاب شوية، وبعدين ارجع ان انا اذاكر تاني. مش لازم كل حاجة تبقى ان انا فاتحة كتاب المذاكرة بس، مش لازم يعني انا قاعدة فاتحة كتاب بذاكر، لا، ممكن افتح كتاب ان انا استفاد منه زي دوت. كتاب سندريلا سيكريت بموت فيه بجد، كتاب خطير، وكتاب مش للبنات بس. هو مش للبنات بس انا بصراحة بحس ان هو عايز بنات يعني. تمام. دلوقتي بقى هجهز القعدة اللي انا هقعدها، وهرجع لكم كمان تاني.
وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو بتاعي بتاع النهاردة. بصراحة بقى الفيديو النهاردة انا مش عارفة احط له عنوان ايه اصلا، يعني مش عارفة، ومش عارفة هو عن ايه ولا عارفة له هو روتين ولا مش عارفة خالص. تمام، هو فيديو كده. تمام، عمال اقول تمام كتير، انا مش عارفة ليه بصراحة، بس هنا ده بس يا حبيبتي. تمام، تمام برضو. خلاص يا جماعة، انا بقى دلوقتي هشوف ورايا مذاكرة ايه. انا دلوقتي عايزة اذاكر الاحياء، يعني بقالي فترة عمال اقول هلم الاحياء هلم الاحياء، والاحياء دي ما بتتلمش خالص. فانا ان شاء الله النهاردة هحاول ان انا اخلصها كلها. يعني واحنا بما ان النهارده السبت، فحلو قوي ان احنا نبدأ بقى الاسبوع بحاجة كده فريش كده، وحاجة حلوة زي قراية الكتاب بقى والمشروب الدافي والقعدة كده في استجمام، فدي حاجة هايلة. استمتعت جدا بالفيديو، وبتمنى انتوا كمان تكونوا استمتعتوا بقى بمنظر الشتاء. وعشان في ناس بره بقى يعني مبيبقاش عندهم شتاء، يعني يا اما تنزل شتاء جامد يا اما يبقى الجو حر خالص. فانا بتمنى تكونوا استمتعتوا بمنظر الشتاء وبالفيديو كله. وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولو انتوا بتحبوا الشتاء زي كده. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي، ومستنيه تطلبوا مني فيديوهات. تمام يا جماعه، اطلبوا مني فيديوهات، يعني قولوا لي يا ندى اعملي لنا فيديوهات عن كذا، عشان انتوا مش بتقولوا غير مثلا عن وصفه او حاجه زي كده. واشوفكم في الفيديو الجاي، بحبكم كتير. باي.